السلام عليكم. الغيابات بتضرب النادي الاهلي قبل لقاء سان داونز المصيري في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. هنتكلم عن الخمسة الغيابات وحاجة مؤثرة جدا للنادي الاهلي في ماتش مهم جدا، وهنتكلم كمان على الخمسة اللي راجعين من الاصابة، والحمد لله انا شايفهم من الخمسة الاقوياء، ولو واحد فيهم جاهز لازم يبدأ. وهنتكلم عن حظوظ النادي الاهلي في الصعود في ظل اللي الهلال عامله في المجموعة ده. يعني الهلال بصراحة لخبط المجموعة خالص. وهنتكلم كمان على فرص نادي الزمالك في الصعود رغم الفوز على الترجي ب 3-1 امبارح. بس عايزك تصلي على النبي كده في الاول عليه الصلاه والسلام. النادي الاهلي عنده خمسه مش هتلاقيهم في ماتش سان داونز القادم. برونو سافيو، ايمن اشرف، دولت اسباب فنيه. محمود متولي ومحمد فخري اصابه. كيرستو موجود في منتخب الشباب بتاع تونس في كاس افريقيا للشباب في مصر، فالخمسه دولت مش هتلاقيهم. طب مين اللي راجعين من الاصابه؟ انا شايف خمسه اقوياء جدا ولابد منهم والجاهز يلعب. محمد عبد المنعم، الاهلي دفاعيا مش كويس، فما واحد زي محمد عبد المنعم يكون موجود هيكون مؤثر جدا. عندك عمرو السولية خط نص منتخب مصر، هو وديانج يقفلوها. عندك على الوينج حسين الشحات، من افضل الماتشات اللي بيقدمها حسين الشحات وافضل اداء من ساعه ماتش ريال مدريد. مش عارف ليه بيطلعه كل مره، راجل عامل طفره، تحس اللي هو بيلعب باستمتاع. انا دلوقتي يعني بحس حسين الشحات مبدع بصراحه. انا اسف ما كنتش مقتنع بيه قوي يعني، بس الراجل بيأدي وعامل طفره في الجهه في الوينج اليمين. وعندك الوينج التاني وينج احمد عبد القادر راجع. احمد عبد القادر من افضل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في الدوري المصري، ولو اشتغل على نفسه هنلاقيه في حته تانية افضل. وعندك كهربا الموفق جدا في الايام الاخيره دي، في الماتشات الاخيره بينزل يحرز وحاجه مؤثره. فعندك الخمسه بتوع النادي الاهلي مؤثرين جدا، فالجاهز ان شاء الله يلعب، انت محتاجهم. وفي المباراه دي انت مش محتاج تدافع، يعني محتاج تكسب، ولو ما كسبتش ما تخسرش، تلعب بحرص برضه. انت ما بتلعبش فريق قليل. سان داونز من افضل فرق في القاره الافريقيه، ويعتبر برازيل افريقيا. لعيبه كواليتي بتاعها عالي جدا، بتلعب كرة من ورا لقدام بطريقه سلسه جدا، فهيتعبوا النادي الاهلي. طب ظروف النادي الاهلي ايه في المجموعه؟ زفت، خلي بالك. اه والله. يعني عندك الهلال لعب 4 عنده 9، عندك سان داونز 3 عنده 7، الاهلي عنده لعب 3 عنده 4، القطن ده حصاله. فخلي بالك المجموعه متلخبطه خالص، لازم الاهلي يعني لو ما كسبش ما يخسرش. خلي بالك اصل لو سان داونز كسب الاهلي هيبقى عنده 10 بونت، ورايح للهلال في السودان، والسودان عنده 9. ممكن الراجل يقول لك بتاع سان داونز يقول لك انا عندي الماتش اللي بعديه القطن فريق سهل، فايه يعني العب عادي يعني، مش بحماسه، ما يعني مش عنده حافز المكسب. فالهلال السوداني يعمل نتيجه ايجابيه مع السلامه للاهلي كده خلاص. هيبقى يعني لو عندك سان داونز لو كسب الاهلي لا قدر الله هيبقى 10، ولو سان داونز خسر من الهلال هيبقى ده 10 والهلال 12، وكده كده سان داونز هيلاعب القطن هياخد التلاتة بونت هيبقى 13. فكده الدنيا هتبقى بايظه. فان شاء الله الاهلي صعب عليهم كلهم اللي هو يعمل نتيجه ايجابيه في سان داونز ان شاء الله. لو ما كسبش ما تخسرش. ده بالنسبه للنادي الاهلي ومجموعته وغياباته. هنيجي لنادي الزمالك. خلي بالك نادي الزمالك برضه بيورط نفسه برضه، يعني تعادل سان داونز في هنا مع الاهلي ورطه، كان هيفرقوا جدا الاتنين بونت دول. وخساره الزمالك من شباب بلوزداد هنا ورطته. يعني عندك دلوقتي الترجي 9 من 4، كله لعب 4، وشباب بلوزداد 6، والزمالك 4، والمريخ 4. انا مع احترامي المريخ ده يعني انا اسف، هو 4 بونت، لو تعادل مع الترجي الماتش الجاي هيبقى 5. بس انت عندك مشكله لو خسرت من الشباب بلوزداد، لو الزمالك خسر منه خلاص. الزمالك لو خسر ماتش شباب بلوزداد الجاي خلاص بره. ليه بقى؟ عندك الترجي 9، لو اتغلب او كسب، اتغلب يا عم من المريخ هيبقى كام؟ هيبقى 9. وعندك شباب بلوزداد هيبقى 9. هما الاتنين هيروحوا يعملوا نفس الحركة اللي ايه، انا اسف، اللي عملها الترجي ومولودية الجزائر. واحد هيمسك رجله واللعيبه مش هتقدر تجري بتاعه الترجي، والجون بالكره بتتشاط هنا هينط الناحيه التانية هيمشي تعادل. يعني انت لو خسرت او تعادلت بايظه،
ما خلي بالك خسارتك دي طلوعك، تعادلك ممكن تودينا للحركة اللي حصلت مع مولودية الجزائر والترجي. تعادلك يعني هيبقى ليك امل، بس انا اسف ما اضمنش اللي هيبقى فيه فير في اللعب بين الترجي وشباب بلوزداد في اخر ماتش. ما خلي بالك، ما الترجي لو كسب المريخ هيبقى 12، خلي بالك، وشباب بلوزداد لو انت تعادلت معاه هيبقى 7 وانت هتبقى 5. انت جاي لك المريخ هتكسبه هتوصل للنقطة 8، شباب بلوزداد هيبقى 7، خلي بالك، ولسه الترجي 12. خلاص ممكن بقى ساعتها ممكن الترجي يعني الراجل عايز يريح لعيبته، مش هقول لك اكتر من كده، هريح لعيبتي انا صاعد. ونرجع للحركة اللي حصلت قبل كده مع الترجي ومولودية الجزائر، واتفقوا وخرجوا الزمالك، اتفقوا وخرجوا الزمالك، هي وش. فيا ريت ما نوصلش للنقطة دي. روح اكسب شباب بلوزداد، كسبت شباب بلوزداد خلي كله يخبط في بعض. خلاص، ما انت لو كسبت شباب بلوزداد هتبقى 7 تاني، تكسب الماتش الجاي بتاع المريخ اللي بعديه تبقى اللهم صل على النبي، تبقى 10. خلاص هم كله يدبح في بعض، ماليش دعوه بقى، انا خلاص انا وصلت للنقطه 9، النقطه 10 هصعد. انا لو وصلت للنقطه 10 الزمالك هصعد. تعادل هيبقى فيه لعبه، خساره الم شنطي وارجع للدوري اشوف هعمل ايه. انا اصلا ماشي في الدوري وحش وماشي في كاس مصر خرجت، وبقى كده طلعت من مولد بلا حمص زي ما بيقولوا. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي واتمنى التوفيق لنادي الزمالك. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.